السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. حلقة جديدة من كلام جمهور. النهاردة عاوزين نتكلم عن طرق اللعب في أوروبا وطرق اللعب في مصر. طرق اللعب في أوروبا، هل تناسب إن إحنا نلعب زيهم ولا إحنا المفروض نلعب مختلف عنهم؟ الكلام ده هنربطوه بمباراة النادي الأهلي ونادي غزل المحلة، لأن إحنا ما حللناش المباراة دي. أي نعم فات عليها كتير، بس إحنا عاوزين نتكلم نقطتين يعني خصوصا نربطه بين الكلام كله. أول حاجة طرق اللعب في أوروبا. دلوقتي كان زمان طرق اللعب 4 2 في نص الملعب وثلاثة قدامهم بصانع ألعاب وواحد مهاجم. دلوقتي طرق اللعب اتغيرت، ودلوقتي أغلبية العالم بيعتمد على 4 3 4 3 3، يعني في ثلاثة في نص الملعب، ده لضمان الاستحواذ. وانك انت يعني اغلبيه المدربين دلوقتي عشان تضمن الاستحواذ والسيطره على نص الملعب فبيجي بيلعب بثلاثه في نص بيلعب بثلاثه في نص الملعب. اتلغى موضوع صنع الالعاب، ان الطريقه دي اثبت فشلها، ان صنع الالعاب مواصفات هجوميه اكتر فما بتقدرش تسيطر على الملعب. الطرق دي هل احنا في مصر لازم نبقى اسطمبه زيهم يعني في التغييرات؟ يعني انت مثلا في اوروبا بتشوف التغييرات ما ينفعش مثلا حتى لو مغلوب بيطلع مركز بمركز. يعني ايه بيطلع مركز بمركز؟ يعني لو هو مغلوب ومحتاج يعوض، لا ما ينفعش يلعب باثنين فراوده على سبيل مثلا يطلع واحد نص الملعب ويلعب باثنين فراوده ويحصل خلل في التشكيله. يحصل خلل في التشكيله، يعني لما بيجي يطلع خلاص الجناح ده ما اداش كويس بينزل مكانه جناح، الفرود ده ما اداش، مركز بمركز. بس هم يفرقوا عننا، هم عندهم الاثنين بنص بتاع نص الملعب اللي هم بيلعبوا رقم 8 بيقدروا يزيدوا في بيزيدوا في منطقه الجزاء وبيقدروا يعملوا الاضافه الهجوميه. اللي احنا عندنا الاثنين اللي بيلعبوا مركز 8 ممكن ما يقدروش يعملوا الاضافه الهجوميه الا لما يكونوا عاليين. متوفر في النادي الاهلي دلوقتي امام عاشور وبن رمضان، دول يقدروا يعملوا الزياده الهجوميه. اللي احنا مثلا هل النادي الاهلي في المباراه الاخيره بتاعت غزل المحله الناس كلها قلبه على المدرب بتاع النادي الاهلي ريبيرو. احنا ينفع احنا نغير مركز بمركز ولا نلعب عادي؟ ممكن نلعب باثنين مهاجمين جوا الصندوق. ده اللي هنرد عليه. احنا ينفع ليه؟ احنا بنلعب فرق يعني مع احترامي ولا لعيبه بتعرف تلعب بيلد اب، لو اتضغط عليها بتشتت في المدرجات وبتشتت وبتقدر بتسترجع الهجمه في ثواني. يعني انت لو عملت عليهم اي ضغط ما عندهمش جوده ان يعرفوا يطلعوا بالكوره. طب انت مثلا هتلعب باثنين نص ملعب، انت اساسا لو لعبت باثنين نص ملعب بس الاثنين نص ملعب بتوعك دول يقدروا يسيطروا على الملعب. انت جوده فرق ما لاقياش تاكل، يعني مع احترامي لاي فريق، فرق يعني برخص يعني مش مكلفه كتير عكس النادي الاهلي. يعني انت بتلعب باثنين في نص الملعب ممكن اثنين ياكلوا ثلاثه لان جودتهم اعلى. يعني انت لو بتلعب بديانج وبن رمضان بس في نص الملعب دول ممكن ياكلوا ثلاثه، وممكن تلعب ساعتها وقتها بتلعب بفرود ثاني وتزود. الا في اوروبا ممكن يحصل خلل، لان الفرق مثلا فريق زي باريس سان جيرمان لما كان بيلعب في النهائي ضد توتنهام كان بيغير مركز بمركز مع انه كان متاخر في النتيجه 2-0، بس ما يقدرش يغير مثلا يشيل واحد من نص الملعب ويلعب باثنين مهاجمين لانه هيحصل خلل في الفرقه. بالاضافه ان هو عنده اثنين رقم 8 دول هيعرفوا يعملوا الاضافه ويضيفوا للفريق. الا النادي الاهلي مثلا كان بيلعب غزل المحله ما غيرش مركز بمركز، ممكن العب باثنين فراوده. ليه العب باثنين فراوده؟ لان فريق زي كده مجرد ما هتضغط عليه من قدام هيديك الكوره، كل شويه بيديك الكوره. زائد ان جوده نص الملعب بتاعك لو بتلعب باثنين مش بثلاثه هتبقى اعلى منهم بكتير، يعني هتقدر تتحكم في الريتم واعلى منهم بكتير. كلامي بس على الموضوع غزل المحله ومباراه النادي الاهلي. انت عندك مثلا محمد طاهر المدرب، احنا بنلعب فريق تحت الكوره، يبقى فريق تحت الكوره يبقى احنا محتاجين لاعب مهاري، يعني لاعب يقدر يحل في الزنقه. نازل بطاهر محمد طاهر، انت مش عارف خصائص لعيبتك. طاهر محمد طاهر من ذاته في النادي الاهلي محترم، ابن ناس، ومش كده وبس، لا بوشكاش محفوظ بيضحي النهارده، متكلم فرنساوي، يعني الناس احنا بنلعب بره وناس بتشتمنا بالفرنساوي هيعرف. هلا غير كده ارقامه مع النادي الاهلي اخر يعني ايه ارقام جناح انه يلعب له 70 مباراه يجيب له 10 اهداف. ده جناح النادي الاهلي وبيدافع كويس. يعني النادي الاهلي اقوى فريق في مصر، يعني كورته المفروض تبقى هجوميه، بيدور ان الجناح بتاعه يكون دفاعي. يعني طاهر محمد طاهر يبقى دفاعي ومحمد هاني اللي تحته دفاعي والدفاع كله دفاع. والنادي الاهلي المفروض يهاجم الانديه كلها، بيدور ان الوينج بتاعه يرجع يساعد مع يساعد مع فرق بتعرفش تلعب بيلد اب وبيعرف تاخد منها الكوره في 3 ثواني وما بتعرفش تطلع بالكوره. بتطلع برضه احمد رضا وتنزل بن رمضان. انت طلعت جراديشار، هي تغييرات انت حافظها وخلاص. يعني انت محمد شريف احنا عارفين مميزاته، محمد شريف مهاجم مساحات،
يعني ينزل لما يكون الفرقه اللي قدامك فاتحه مساحات يظهر محمد شريف. الا انت بتلاعب فرقه متكتله في ال 18، مش تغييرات وخلاص، لا يبقى الافيد ان جراديشار يستمر في الملعب. ليه يستمر في الملعب؟ لان جراديشار متميز عن شريف في الرأسيات. اكثر عيب عند محمد شريف انه في الضربات الرأسيه مش كويس، لانه هو اساسا في الاساس جناح وتم توظيفه مهاجم. يبقى لو هنزل العب باثنين مهاجمين جراديشار ومحمد شريف، بحيث ان انا هقلب المباراه كلها عرضيات، لان العمق كله مكفول. انت هتقلب عرضيات، وفي ظل ان الفرق دي ضعيفه اساسا دفاعيا، حتى لو هيلعبوا بكذا هيلعبوا بخمسه في الدفاع، انت تقدر في الزحمه تحط فيهم جون. الا منظر فريق النادي الاهلي عاوز المكسب في الدقيقه 85 بيلعبوا ثلاث مدافعين ومحمد شريف وسطيهم، هيعرف ياخد كره عاليه؟ يبقى التغييرات مش حفظ وخلاص. يعني التغييرات مش ان حسين الشحات نازل مش راضي يجري في كوره لقطه، مش راضي يجري، المان بتاعه مش راضي يجري. طب انت يعني خلاص انت المفروض تنزل تثبت نفسك. يبقى احنا اتكلمنا بين طرق اللعب في اوروبا. ليه ما ينفعش هم يعملوا ريسك يعني مثلا اذا كان بيلعب في ثلاثه في نص الملعب ما يقدرش يطلع واحد، لان هو بيخل بالفريق، لانه بيلاعب فرق برضه جوده عاليه وبتعرف تطلع بالكوره، النص الملعب بتاعها ثقيل فهيستحوذ على المباراه كلها. اللي احنا في مصر مع احترامي للعيبه بتاكل سندوتشات. لا لا يا باولو باولو منتج يا باولو. يعني اللعيبه دي ما عرفش اي حاجه من اساسيات الكوره. ده في لعيب كان ماتش الزمالك وفيوتشر، اللعيب بيرجع عاد الكره للمدافع، راح اللعيب بحلق له بص له بطريقه ايه ولا امشي. يعني انت ليه رجعت للكوره؟ مع ان في دوريات اوروبيه بيرجعوا لغايه الجون، لان انت لو رجعت للجون الجون خد مهاجم، يعني في واحد كده راح من الفرقه الثانيه، انت كده فتحت مساحه. بس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.